بيعتبر السمك الطائر من الحيوانات البحرية الفريدة، وده لاستخدامه تقنية جديدة في الهرب من المفترسات المختلفة زي الحبار والماكريل. التقنية دي هي عبارة عن الدفع بنفسه خارج المية تماماً بسرعة ممكن توصل ل 56 كيلو متر في الساعة، وعلى ارتفاع لمسافة بتوصل لمتر ونص. واللي بعدها بتبدأ عملية الطيران باستخدام زعانفها العريضة اللي بتشبه جناح الطيارة، واللي بتساعدها تفضل في الجو لمسافة بتوصل ل 200 متر في الأيام العادية و400 متر في الأيام اللي فيها رياح شديدة. وبيساعدها تستخدم الطريقة دي بسهولة وزنها الخفيف اللي مش بيتعدى 900 جرام، وجسمها الطويل الانسيابي اللي بيوصل من 17 ل 30 سنتي. في حين إن أكبر سمكة تم اكتشافها من فصيلة السمك الطائر كانت بطول 45 سنتي، وهي سمكة كاليفورنيا الطائرة. السمك الطائر بيعتمد على الخياشيم في التنفس، مش على رئة تقدر تحتفظ فيها بشوية أكسجين أثناء فترة الطيران، واللي بتكون من 15 ل 20 ثانية، بحد أقصى 45 ثانية تفضل فيهم بدون أكسجين. عشان كده بتحتاج تنزل المية علشان تتنفس، وده بيحصل باصطدام قوي بيحميها منه راسها المصممة لتحمل الاصطدام الأول بالمية، وبيساعدها ديلها المتشعب على تجديد سرعتها، وده بإنها بتضرب بيه سطح المية ضربات سريعة متتالية علشان تكتسب بيه سرعة معينة. بيتميز السمك الطائر بفكه الغير متساوي، واللي بيساعده يلتقط العوالق من المية بكل سهولة. نظامها الغذائي المعتمد على العوالق ده خلى مهمة صيدها سهلة جدا على الصيادين، واللي بيستخدموا الضوء علشان يجذبوها لشباكهم. الضوء بالنسبة لها يعني وجود العوالق بشكل كبير، فبالتالي بتنجذب له بكل بساطة على أساس إنه مكان مليان بغذائها المفضل. والحقيقة إن الأسماك الطائرة بيتم صيدها بكميات كبيرة، وده للتجارة فيها كنوع من أنواع الغذاء، خصوصا في تايوان والصين واليابان كأطباق رئيسية أو على هيئة سمك مجفف. وكمان بيستخدموا بيض السمك الطائر في صناعة السوشي كأحد أشهر أنواع الأكلات في المناطق دي. الأسماك الطائرة من الأسماك المهاجرة، واللي بتهاجر لعدة أسباب، منها البحث عن الطعام أو تجديد مناخ معيشتها، أو علشان موسم التزاوج اللي بيتجمعوا فيه تجمعات مليونية، وبيستخدموا فيه تقنية الطيران اللي بتميزهم علشان يجذبوا الإناث. التزاوج بيتم أكتر من مرة في الموسم الواحد، وبتبيض الأنثى على دفعات من 200 ل 4000 بيضة، وبتساعد الأعداد المهولة دي السمك الطائر على حمايته من خطر الانقراض، وبتساعد على انتشاره بشكل كبير في جميع بحار ومحيطات المناطق الاستوائية، خصوصاً البحر الكاريبي. أنواع السمك الطائر بتوصل ل 64 نوع مختلف في اللون والحجم، لكن أكتر نوع شائع هو السمك الأزرق الطائر، واللي بيتميز بزعانف كبيرة شفافة وجسم أزرق وبطن فضية. ده بالإضافة لأنواع تانية من السمك زي السمك ذو الجناح الأسود والسمك ذو الأجنحة الأربعة.